الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. سأحاول في هذا الفيديو التركيز على موضوع أعتقد أنه مهم، وهو تسليط الضوء أو الحديث حول الحدود الفاصلة ما بين السلوك الثقافي الأخلاقي القيمي والسلوك الثقافي السياسي البراغماتي. وإلى أي درجة أن يمكن أن يكون المثقف براغماتيًا، وما هي الحوامل والدوافع التي تجعل أو تفسح المجال للمثقف أن يكون براغماتيًا بدون أن يفقد حضوره القيمي والأخلاقي. طبعًا البراغماتية غير متصالحة مع البراغماتية الشخصية، الأنانية الشخصية، الانتهازية في الفعل الثقافي قولًا واحدًا غير منسجمة مع الجانب المبدئي القيمي الأخلاقي، اللي يفترض أن يكون هو المعيار الأساسي للمثقف أو للأديب أو للشاعر أو للكاتب، لئلا يصنف على أنه دجال ومنافق ومضلل ومدلس وانتهازي، ويعني حاصله براغماتي منفعي. فالأحداث السياسية والتعامل مع السلطة هي المحك الحقيقي لإزالة مساحيق المزاعم والادعاءات، وإظهار جوهر ولب المثقف. يعني هل هو بالفعل يعني كما يزعم، كما يصدر نفسه، أم وراء الأكمة ما وراءها؟ أقول قولي هذا التاريخ خير شاهد على الكثير من المثقفين الذين ضحوا بالمنافع والقيم الذاتية المادية التي كان يفترض بهم أن يتحصلوا عليها من سلطة استبدادية، ضحوا بها وكانوا أصحاب مواقف مبدئية منحازين للقيم الأخلاقية للإنسان أو للقيم الاجتماعية والقومية والثقافية لفئة معينة مظلومة ومقموعة ومضطهدة كالشعب الكردي أو الشعب الأرمني أو الشعب السرياني، وبقوا أو بقى هذا المثقف على عهده مع الثقافة والقيم الأخلاقية والمبدئية للثقافة، ولم ينزلق إلى المهالك، مهالك السلطة السياسية والمنافع الذاتية والبراغماتية، اللي يعني يحاول تغطيتها بلبوس من الكلام الذي في ظاهره يبدو مقنعا ومعقولا، لكن في جوهره عفن وعطن ونتن ووسخ. آه، السلوك المبدئي للمثقفين وجدناه في صراع المثقف ضد السلطة السوفيتية البلشفية منذ نشأتها، منذ بداياتها يعني. ومواقف كثيرة، يعني لا يحضرني الآن أسماء، لكن في هذا السياق يبرز الشاعر الروسي نيكولاي مايكوفسكي، يعني كموقف نقدي لبدايات الاستالينية والطغيان ويعني انزلاق الثورة وابتعادها عن السحر الأيديولوجي ودخولها في دهاليز الاستبداد والقمع والشمولية والتوتاليتارية. أيضا ضد النظام النازي، وضد السلطات الاستبدادية القمعية الشمولية في منطقتنا، في منطقة الشرق الأوسط، النظام البعثي في سوريا، النظام البعثي في العراق، نظام أبو محمد الجولاني الحالي
حاليا اللي بيحكم السوريين، كثر من المثقفين السوريين انحازوا للقيم المبدئية، للقيم الإنسانية، للقيم الوطنية والأخلاقية لسوريا، ولم ينزلقوا إلى منحدرات المساومات والتفاهمات السياسية مع سلطة الجولاني. يعني من كان يقدم نفسه على أنه معارض للنظام السوري يفترض به أن يكون من أشد المعارضين لنظام الجولاني، لأنه نظام الجولاني محكوم بمجموعة من الدوائر العقائدية الشديدة السمية والإرهاب، السلفية الجهادية، كل ما يخطر على بالكم، يعني الجانب القومي العروبي البعثي، الجانب الايديولوجي الاسلام السياسي الاخواني، على سلفيه جهاديه، على تدخلات اقليميه، على التاثير التركي القوي على نظام الجولاني. ويفترض انا هكذا افهم يعني أن يكون منحازا لكل ما يمت بالقضايا الوطنية والقضايا الديمقراطية على الصعيد الثقافي والأخلاقي، ما يروح ينزلق. وأنا شفت كثيرين انزلقوا يعني، ومن ضمنهم من يعني من الكتاب المعروفين، يعني الروائي الكردي السوري جان دوست. طبعا سبق لي مواقف من هذا الكاتب، مواقف سابقة، يعني عندما كنت مؤيدا لحزب العمال الكردستاني وهو معارض لحزب العمال الكردستاني، صار في نوع من المناوشات، طوينا هذه الصفحة، وكنت أعتقد أنه بالفعل أنه موقفه أو الخصومة أو الانتقادات التي كان يوجهها لحزب العمال الكردستاني كانت مبدئية، لكن لا، يعني في أساسها كان موضوع يعني مادي. انتقل من إعلام حزب العمال الكردستاني إلى إعلام عبد الحليم خدام، ويعني عمل تحت إدارة الصديق العزيز غسان مفلح في القناة التلفزيونية التي كان يمولها عبد الحليم خدام. يعني طلع منه من تحت الدلف لتحت المزراب يعني. فمسألة المزايدة فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني يعني ممجوجة وصدئة، وكل من يحاول أن يبرزها في وجهي الواقع الحال يبرز. يعني من كان منا يعني أنا اتخذت موقف جدي وصارم وحدي عندما تحول حزب العمال الكردستاني إلى سلطة في الشمال السوري، في كردستان سوريا، في روجافا، تحول إلى سلطة استبدادية قمعية. لكن جان دوست حافظ على علاقاته الخفية من تحت الطاولة عن طريق جماعته من في هذا الحزب من كوباني، يعني زهاد كوباني وآخرين. وزهاد كوباني قال لي أنه علاقاته مع، يعني في 2011 قال لي أنه علاقاته مع جان دوست لم تنقطع يعني، وهو بقي ينتقدهم في الظاهر، لكن من تحت الطاولة بقيت الاتصالات مع هذه السلطة الاستبدادية القمعية الفاشية، في حين أنا دخلت في حالة صدامية ويعني معروفة. المهم فيما يتعلق بالفعل والسلوك الثقافي أيضا، يعني أنا قرأت له عدة أعمال وشفت مكامن الخلل والمشاكل الفنية في نصوصه الروائية، وانتقدتها بشكل موثق، وحتى على مستوى الاختلاسات الأدبية وثقت هذا الموضوع. اللي دافع عنه كان الدكتور الصديق السابق، يعني خالد حسين. أنا لا أعلم إن كان حتى هذه اللحظة مستميت في دفاعه عن جان دوست أم لا، لا أعلم يعني. لكن في تلك الفترة هو دافع عنه باستماتة شديدة في هذا الخصوص، وخسره شنغوسي وكسب جان دوست. وألف مبروك، مش مشكل يعني في هذا الإطار. ألف مبروك على دكتور خالد حسين صداقة جان دوست. أنا لا أعلم إن كانوا حتى هذه اللحظة أصدقاء، وما موقف خالد حسين من
من سلوكيات وكتابات وسلوكيات، يعني هذا مش كتاب، هذا موقف من نظام الجولاني يعني. لا أتابع يعني بصراحة ما يكتبه خالد حسين، لكن أنا معني الآن، وله مني يعني الاحترام. خالد حسين مهما اختلفنا يبقى مثقف وناقد وباحث، وله وزنه وله مكانته ومقامه في المشهد الثقافي الكردي والسوري. لكن الموضوع موضوع يعني جان دوست يعني. وكتبت على صفحتي على الفيسبوك منشورا أجدد فيه انتقاداتي لسلوكيات جان دوست، وكتاب وبوسته الأخير يعني أصدقاء مقربين أرسلوا لي سكرين لمنشوره الأخير، ومش صديقي ولا أتابعه يعني على الفيسبوك، لكن مهم للكثيرين من المخدوعين بجاندوس، وأؤكد على هذه المسألة من الكرد والعرب، أن يعرفوا حقيقة هذا الكائن، يعني حقيقة مواقفه البراغماتية المنفعية، وحقيقة الدجل والكذب اللي يمارسه في محاولة استرضاء نظام الجولاني. طبعا علاقاته بنظام الجولاني أنا سبق وتحدثت عنها، يعني آه، عن طريق أشخاص يعملون في إعلام الجولاني وفي وكالة سانا والقسم الكردي. ويعني أنا أعرف الشخص يعني، وواجهته في مناشير وفي فيديوهات يعني. مهم، هو شخص غير معروف يعني على الصعيد الثقافي، يعني مش هذا الوزن فقط، لأنه سوركي يعني كردي من القامشلي، و يعني مهم لنطوي صفحة هذا الشخص. علاقات جان دوست مع نظام الجولاني واضحة وصريحة، وتكللت بقبول الدعوة وزيارة، وكان ضيفا على معرض الكتاب معرض الجولاني، اللي أنا رفضت المشاركة ونشرت الدعوة وانتقدت المعرض ومن حضره من الكرد والعرب، وكان المعرض سببا في خلافات يعني أو فتور بيني وبين كتاب عرب كانوا أصدقاء يعني قريبين، كتاب عرب يعني من أعرفهم يعرفونني، ويعني نحترم بعضنا على الصعيد الثقافي، لكن في المواقف السياسية اختلف واختلاف شديد. هم مع الجولاني بحجة أنه مع الوطن ومع التغيير وكذا، وأنا ضد الجولاني، كما كنت ضد نظام الأسد، لأنه نظام قمعي استبدادي طائفي ودموي. نظام الجولاني أيضا قمعي طائفي دموي، ما تغير شيء. فجان دوست انزلق، لأنه يعني الطبع يغلب التطبع. هو استفاد من حزب العمال الكردستاني أكثر من هو شانغوسي، وعمل في إعلام حزب العمال الكردستاني أكثر من هو شانغوسي، وحافظ على علاقاته مع حزب العمال الكردستاني سرا، في حين أنا أحرقت كل المراكب وقطعت كل الاتصالات وكل الخطوط مع حزب العمال الكردستاني وتفريخاته واستطالاته واضح. لكنه لا بيشتغل سياسي، بيشتغل بزنس، يعني بزنس سياسي، وما يعني سلوك براغماتية بصورة يعني بشعة، ويدلس ويصدر صورة. الآن بعد هذا المنشور راح يكتب منشور ثاني وكذا، ينتقد في نظام الجولاني ويخدع، يعني يمارس القليل من الخداع والدجل، ويحاول يخدع يعني البعض من السذج والبسطاء اللي الكاتب الكبير الألمعي جندوس وترهات الكيد والحسد. شو كيد شو حسد، على شو بدي يحسده؟
على هذه المواقف السخيفة والتافهة راح أحسده؟ يعني ما يعني يعني لا يوجد شيء لدى جاندوس، لا على الصعيد الروائي، لا على الصعيد الصحفي، لا على الصعيد الشعري، ينافسني فيه حتى أحسده على هذه المكانة. يعني على شو بدي أحسده؟ على العكس تماما، هو اللي لديه وبشهود مثقفين كرد بيعرفوني وبيعرفوا مواقفه وكلامه السقيم والتافه والبغيض ضدي، يعني فيما يتعلق بجائزة كتارا وموقفه من عدم فوزه، لأنه روايته نواقيس روما كانت مشاركة في تلك الدورة ولم تفز. لم تفز يعني مش مشكلتي، مش ذنبي يعني. مهم. سكرين شوت اللي انتم شفتوه هو وصلني من بعض الأصدقاء لنقرأه ونعلق على مضمون المنشور البوست. موسم الهجرة إلى دمشق. طبعا هذا العنوان فيه غمز و من عنوان رواية الكاتب السوداني الكبير الراحل طيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال. وأوجلان أيضا في تصريح مطول صدر في كتاب، حوار مطول مع نبيل ملحم صدر في كتاب، وأيضا تحدث عن الهجرة من الجنوب إلى الشمال، ويعني موسم الهجرة إلى دمشق. ويقصد يعني أنا هكذا أفهم الموضوع: وجود المجلس الوطني الكردي في البرلمان، برلمان الشرع، واندماج قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني في مؤسسات الدولة، وتسليم واستلام كل التفاصيل، يعني الإدارات التي استلمها حزب العمال الكردستاني من نظام بشار الأسد وبقي جاثما على صدر المنطقة 12-13 سنة خلت أو أكثر، الآن يعيدها إلى نظام الجولاني خليفة نظام الأسد بأمر من أوجلان، بأمر من الأتراك، بأمر من الاستخبارات التركية. يعني هنالك شيئين، يعني هل تفصيلين وجود المجلس الوطني الكردي، ووجود ال الاندماج الجماعة الأوجلانية الخاقوتشية والتفاهات اللي تسوق على أنها ديمقراطية واندماج وطنية وقصص هي كلها استلام وتسليم، مش اندماج. يعني يندمجون مع نظام سلفي جهادي وكذا. وبيحاول جان دوست، وهي مش المرة الأولى، يعني في مرات سابقة يحاول، يعني مثل المكيير اللي بيعمل مكياج لنظام الجولاني بوصفه روائيا كرديا كبيرا معروفا، حاصله انه مكيير بيحط مكياج لابو محمد الجولاني وبده ضبطه، بده يعني ظبط لي لظبط لك، وفي منفعه متبادله. هنالك يعني مسائل اخرى ايضا، قنوات اتصال، يعني بحكم انه جاندوست حاليا موظف في اعلام السلطه الكرديه او الاداره الكرديه او الحكومه الكرديه في اقليم كردستان العراق، هناك علاقات خفيه تحت الطاوله. فجاندوست كمان منساق حول هذا الموضوع، وبيسمي القصه موسم الهجره الى دمشق، ويقصد بالكرد. وسنرى يعني الكرد موجودين، الكرد لهم قلعة في دمشق، لهم أسواق، لهم حارات. أقدم عنصرين في دمشق هما السريان والكرد. يعني إذا أحلنا الوجود الكردي في دمشق فقط، إذا حصرناها بالوجود الأيوبي، نحن إزاء 900 إلى 1000 سنة تقريبا. يعني شو هجرة يعني موسم الهجرة إلى دمشق؟ الكرد أصلاء في دمشق، مش مهاجرين. موسم الهجرة إلى دمشق، العبقرية
الجاندوستية هيك بتشوف الموضوع، على أنه موسم الهجرة. المهاجرين لهم قلعة في دمشق اسمها قلعة صلاح الدين، لهم أسواق وخانات ومدارس وبمارستانات وكذا. خلي محسن سيدة يجي يرد على جاندوست، وهو الباحث الحصيف الأمين اللي أثق بكلامه. هل يليق بجاندوست وبكاتب أنه يوصف الوجود الكردي بالهجرة، الحضور الكردي بالهجرة؟ المهم هذا على مستوى العنوان الرئيسي للمنشور. سيبدأ هذا الموسم قريبا إن لم يكن قد بدأ فعلا، يستهل كلامه. سياسيا الانفتاح الكردي الإقليمي على دمشق، وهو يلمح إلى قيادة كردستان العراق أيضا، ويلمح إلى حزب العمال الكردستاني وأوجلان أيضا. سياسيا الانفتاح الكردي الإقليمي على دمشق يصب في مصلحة الكرد، ويصب في مصلحة تركيا، ويصب في مصلحة نظام الجولاني بالصيغة الموجودة حاليا. الكرد تنازلوا عن ما يشبه الدولة، تنازلوا عن الكثير مما كانوا يمتلكونه أو تحت أيديهم أو في إدارتهم أو في حكم السلطة التي كانوا يعني يديرونها. تنازلوا عن كل السلطة. الصيغة الحالية ليست في مصلحة الكرد، ولا في مصلحة العلويين، ولا في مصلحة الدروز، ولا في مصلحة السريان، ولا في مصلحة الأرمن، ولا في مصلحة كل المكونات الشعب السوري. ما يجري حاليا في سوريا يا سيد جاندوست المحترم، لا يعني سياسيا الانفتاح الكردي الإقليمي على دمشق يصب في مصلحة الكرد. قلت ذلك عشيا العبقرية التنبؤية الاستشرافية الجاندوستية، قلت ذلك عشية تحرير سوريا من طغيان البعث والأسد. الرجل يعني قالها سابقا ويكرر. مهم، هذا أولا. ثانيا على الكرد السوريين، يحكي بصيغة الجبر والإملاء، على الكرد السوريين، ويختم كلامه بأنه مجرد رأي ما بتقول على الكرد السوريين أن يتحرروا من أجندات كرد الدول المجاورة، ويحافظوا على مسافة أمان بينهم وبين أحزاب تلك الدول لحماية القرار الكردي السوري من التبعية والوقوع في أخطاء العشرية الماضية، خاصة تأثير حزب العمال الكردستاني الضار. طبعا هذا كلام صحيح، يراد به باطل. لماذا؟ لأنه جاندوست يعمل موظف في قناة شمس وفي مطبوعات يمولها الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، والكرد يعرفون ذلك، وجاندوس يعرف ذلك، وقيادة كردستان لن أكتمكم سرا، يعني جاندوس قتل حاته لحتى يتوظف هنيك، وأنا أعلم يعني وله مناشير كان يتباكى أنه ليش وزارة الثقافة الكردية تحمل كتبه وإبداعاته وعبقريته الأدبية والثقافية. كان يتباكى، لكن حقق مراده بأنه صار مذيع، وأصلا ما عنده هاي الخبرة الصحفية، ما جاندوست لا يفقه بالفعل الصحفي شيئا، ما عنده الخبرة، يعني لا دراسة ولا خبرة. هلا انا مثلا انا ما درست الاعلام، لكن يعني اشتغلت في الاعلام الكردي، وبفهم كيف تدار العمليه الاعلاميه، يعني بفهم ويعني كثر يعني بامانه يشهدون لي جهدي، يعني وكتاباتي في صحيفه الحياه في الصحافه العربيه كمان واضحه، ولمن يشكك او يريد ان يعرف، يعني وما عنده هالخلفية هالخبرة الصحفية لإدارة المجلة، يعني
والمطبوعة وما يعني المهم تم تظبيطه وصار هو. والآن وألف رواية من عن الزعيم الكردي. طبعا الزعيم الكردي الخالد الكبير التاريخي الملا مصطفى البرزاني تجربته تستحق، لكن جاندوست متى اتجه إلى هذا الموضوع؟ بعد ما صار موظف. لو كان توجهه الروائي يعني وتناول تجربة الملا مصطفى البرزاني قبل تناوله تجربة الملا الجزيري أو أحمد خاني في رواياته التاريخية لنحسبها هكذا يعني، لكان هنالك كلام آخر. لكنه كتب روايته آخر حروب الجنرال مغازلة للسلطة الحكومة الكردية في كردستان العراق، وهذا واضح يعني. فهو آخر من يأتي ويتحدث ويطالب الكرد أن يكونوا على مسافة واحدة. قدم استقالتك أنت من المكان اللي أنت فيه لكي نعتبرك يعني فاقد الشيء لا يعطيه، لكي نعتبرك بأنك على مسافة واحدة من كل الأحزاب. أنت موظف عند سلطة يعني الصبغة الحزبية طاغية وواضحة وجلية. فما تجي يعني تبيض علينا وتزايد على الكرد أن يفعلوا كذا وكذا ويكونوا على مسافة واحدة. أنت خليك على مسافة واحدة، بعدين تعال أعطينا في دروس في السياسة وفي فقه الأولويات في الخيارات السياسية لدى الكرد السوريين. ماذا يقول؟ ثقافيا يجب كمان بصيغة الأمر، وبعدين بيقول مجرد رأي. يجب على المثقفين الكرد التقاط اللحظة التاريخية والملتقط اللحظة التاريخية. بده يانا نلتقط هذه اللحظة التاريخية. يا أستاذ إبراهيم يوسف، جاندوس بده منك تلتقط اللحظة التاريخية. مروان علي، محمد زادة، يا مثقفين الكرد، يا روائيين، يا كتاب، يا شعراء، جاندوس يطالبكم بالتقاط اللحظة التاريخية مثل ما هو ملتقطها، صيروا مثله. ثقافيا يجب على المثقفين الكرد التقاط اللحظة التاريخية المتمثلة في انفتاح السلطة الحالية على اللغة الكردية. ما نعمله شمل براسها وجان. حدا يقول لجاندوست انه صدام حسين اصدر قانون الحكم الذاتي، والمثقفين الكرد كان لهم موقف ثوري ووطني من نظام صدام حسين كان الدولة تمول معاهد وقسم للإذاعة والتلفزة الناطقة باللغة الكردية. والمثقف الكردي في كردستان العراق كان له موقف مبدئي وتاريخي وأخلاقي من سلطة صدام حسين. ضفر صدام حسين يعني هو من هو معلم الجولاني. يعني ضفر صدام حسين، أصبع صدام حسين، يد صدام حسين، وجهه وأقدامه ملطخة بالدم الكردي وبالدم العراقي، وهو أستاذ ومرجع للجولاني. فيعني يجب على المثقف الكردي التقاط اللحظة التاريخية. يعني شو فرق الجولاني عن صدام حسين؟ طبقا للمعطيات بالعكس تماما. صدام حسين بمشروعه متفوق ومتجاوز لأبو محمد الجولاني. الاعتراف بالكرد دستوريا، الاعتراف بالحكم الذاتي قانون في مطلع السبعينات وفي ال74، وفي يعني الإذاعة والتلفزة الكردية معروف تفاصيل المكاسب الكردية. ومع ذلك موقف المثقفين الكرد المستقلين والمسيسين موقف جوهري ومبدئي وأخلاقي لا يرقى إليه جاندوست، اللي بيطالب المثقفين الكرد التقاط اللحظة التاريخية ويصيروا مثله
ويكونوا مع نظام الجولاني. ثقافيا يجب على المثقفين الكرد التقاط اللحظة التاريخية المتمثلة في انفتاح السلطة الحالية على اللغة الكردية ورفع القيود بعد عقود من التضييق. بعد عقود من التطبيق لازم يعني حتى نظام رجب طيب أردوغان متقدم جدا على نظام أبو محمد الجولاني فيما يتعلق بالتلفزة، فيما يتعلق بموضوع اللغة، فيما يتعلق بالجولاني. شو سوى الجولاني؟ دعا جاندوست ودعاني ورفضت، وربما دعا مثقفين كرد آخرين لمعرض الكتاب وسانا باللغة الكردية. غسان عبود كان فاتح قسم باللغة الكردية في قناته أورينت. هل هذا يعني أنه غسان عبود مش شخص فاشي؟ لا طبعا لا. شوفوا المستوى. ثقافيا يجب على المثقفين الكرد التقاط اللحظة التاريخية المتمثلة بانفتاح السلطة الحالية على اللغة الكردية ورفع القيود بعد عقود من التضييق. والكلام للكاتب الكبير، مش كبير بس، الكبير والخط خطير جاندوست. وكل ذلك لا يعني أبدا ما لا منه أزدخيلية تبم. وكل ذاني لا يعني أبدا تلميع صفحة أحد. لك أنت مش بتلمع، أنت تطالب الكرد، بتقول يجب وعلى الكرد سياسيا أن يفعلوا كذا ومثقفيا ثقافيا أن يفعلوا كذا، وما بتلمع بصورة الجولاني. ده بس يعني شو هذا يعني. وكل وكل ذلك لا يعني أبدا تلميع صفحة أحد، بل هو استحقاق للمكون الكردي في بلاد احتضنت الكرد منذ مئات الأعوام. هذا الرجل علاقته مع اللغة العربية يبدو لي أنها في تدهور. خلي حدا يراجع له نصوصه، لأنه هذه الطريقة في الكتابة تحمله مسؤولية أخلاقية تاريخية. شوفوا هذا الكلام، هذا لا يعني تلميع صفحة أحد، طبعا هذا كذب. أنت بتلمع للجولاني وتطالب الكرد التقاط اللحظة التاريخية، بل هو استحقاق للمكون الكردي، الشعب الكردي. قول الشعب الكردي، المكون الكردي. قول يعني اللي بيقول المكون الكردي يعني يمارس الفعل السياسي. أنت مثقف، أنت روائي وتعتبر نفسك مستقلا. قلها الشعب الكردي، القومية الكردية، المكون الكردي. يعني هذا الكلام يقوله غسان ياسين، نمرق له إياها مش مشكلة. إبراهيم الجبين يلا نمرقها. مهند القاطع يقولها ماشي حالا، مشي له إياها. بعسي على أمني على عفن. لك أنت يا جاندوست، وسأشرح لكم يعني معنى كلمة جاندوست ومدى انسجام هذا الماموستا صالح سيدة مع اسمه جاندوست. المهم، شو المكون الكردي في هذه البلاد، في بلاد احتضنت الكرد منذ مئات الأعوام. هذه بلاد الكرد، هذه بلاد الكرد. الكرد موجودون في مصر، الكرد موجودون في فلسطين، الكرد موجودون في الأردن، الكرد موجودون في الشام. هم أصلاء، هم أصحاب الأرض، مثلما السريان والعرب أصحاب هذه الأرض. هذه البلاد احتضنت، هم أصحاب. لا يعني تصوروا أن نقول أن كردستان احتضنت الكرد. هل يجوز؟ هل يستقيم هذا الكلام؟ لا. لا أقول أنه فلسطين جزء من كردستان، لا أقول ذلك. لا أقول أن دمشق جزء من كردستان، لا أقول أنه حلب جزء من كردستان، لا أقول. لكن دمشق
هي جزء الكرد فيها أصلاء بنوها، ولهم قلاع ولهم مدارس وبمارستانات وأحياء، عتقاء أحد بناة دمشق الأعلون هم الكرد الأيوبيون. فما تجي تقول والله احتضنت وتغمز من السردية البعثية إنه هذه البلاد احتضنت الكرد يعني، وتحاول تغازل نظام الجولاني. بدك تهافت من كيسك لتعطي الكرد مواعظ. هذا الموقف الأخلاقي الثقافي المتهافت ينبغي أن يدان بالفم الملآن، ينبغي أن يشجب وينتقد في الصميم، لأنه يحسب على الكرد. الآن الرحت الموالي لنظام الجولاني سيوظف هذا الموقف ضد الكرد مثلما وظف مواقف وتصريحات عبد الله أوجلان ضد الكرد، ومثلما أدانت النخب الثقافية تصريحات عبد الله أوجلان في منتصف التسعينات، ينبغي للنخب الثقافية أن تدين جان دوست على هذه التصريحات السخيفة والسقيمة والمتهافتة التي يدلي بها، ومحسوب علينا كاتب كبير وما بعرف شو. يا أخوتي وأخواتي وصديقاتي وأصدقائي في سوريا وخارجها، جان دوست اسم مركب، جان بمعنى الألم ودوست بمعنى الخل أو الصديق، يعني على أساس أنه هو الخل الوفي للألم أو الصديق الألم أو الذي يصاحبه أو نديمه الألم كذا. لكن حياة جان دوست حياة الأرستقراطيين والبرجوازيين، والله يزيد ويبارك، اللهم لا حسد. فلا انسجام ما بين الكائن واسمه، ما بين الاسم والمسمى على طرفي نقيض. جان دوست يتباكى على الحسين ويتناول العشاء مع يزيد بن معاوية، يتباكى على الحلاج ويتناول فطوره مع المقتدر بالله الخليفة العباسي، يتباكى على عفرين ويكتب رواية ممر آمن في عفرين، وبيروح بيقول التقاط اللحظة التاريخية لنظام غزا عفرين واحتل عفرين، ونظام العمشات والعفشات والشلحات والكلسات. يتباكى على كوباني ويؤلف رواية في كوباني والرابعة ما بعرف شو، وبيروح يرتمي في حضن من غزا كوباني وقتل ونكل في أهالي كوباني وحاصر كوباني. هذا سأترك التوصيف النهائي لكم مشاهدين ومشاهدات لكي تتعرفوا عن هذا الكائن الحزنبلي الحلزوني الثقافي الروائي العقلاني. على راح يطلع لي واحد من كوباني أو واحد ويتحدث عن عقلانية وعبقرية وحكمة الكاتب الكبير جان دوست، وانه والله عم نحسده وما لك شو على شو بده يحسده انا ما بعرف على شو بده يحسده. يعني كثير من السفهاء والجهلة يكررون ويمجون اسطوانة هم لا يدرون يعني كنهها وطبيعتها وعلى أي أرضية هشة ومتهافتة تستند، يعني على أساس أنهم يردون النقد عن يعني كاتب لا أعلم. يعني سأترك التوصيفات لكم، أكتفي بذلك، وهو قد نال ما يستحق مني من النقد، وهذا حق طبيعي، لأنني يعني لا أخشى في إبداء المواقف لومة لئيم كائن من يكن. يعني لو صدر مني كلاما كهذا الذي صدر من جان دوست، عاملوني بنفس المعاملة النقدية التي أتعامل بها الآن مع الأستاذ الكبير
جان دوست. دمتم